السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط والورد والياسمين على الأطيب ألوف في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ بصي كده يا حبايب قلبي، دي بقى لسان العجلة أو الجاموسة. لا مؤاخذة كده يا حبايبي، وياكلوا منها 150. أرحم شوية من اللحمة انت عارفينها ب 350. وهي جميلة جدا، تستخدميها زي أي لحمة. يعني الحتة اللي عند اللغلوغ دي بتاع اللسان كلها لحم، زي لحمة العزبة بالظبط. يعني استخدميها في أي حاجة، زي اي لحمة. طواجن، صواني بقى، تعمليها فتة العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين، يطلعكم بخير يا رب. في بقى من اكلات بقى العيد الجميلة. انا حطيتها كده، غسلتها بالدقيق كويس، وغسلتها وشطفتها كده كام مرة، وحطيتها بقى تتسلق. وحطيت طماطمايه وبصلايه وورق لوري وحبهان وفلفل اسود، وبسيبها تستوي سوا كامل. وبعد ما استوت حطيت لها الملح. ودلوقتي كده بقشر كده الغلاف بتاعها كلها كده. معلش هي سخنة، بس انا بحاول كده اعملها. واقطعها بقى كده شرايح. اللسان اللي بعملها دي اللسان نفسه ده، اقطعها شرايح كده بشقبها. وبحمرها كده باسهل طريقه، بحمرها كده مع حته الزبده. وبعد ما بحمرها بحط لها برده كده رشه ملح كده بسيطه. لو الملح بتاعها كان ناقص ولا حاجه بقى، انا برش لها حاجه بسيطه كده دي. وبرش عليها كمان على الوش فلفل اسود. بس كده، بس تحمرها مع الزبده حته الزبده كده حلو. دي الحته الاخيره اللي انا ماسكاها دي بقى. بس لسه بقى. دي هحش الحته اللي فوق دي اللسان برضك اقطعها الاول كده دي. والحته اللي تحت دي بقى، دي اللي كلها لحمه، زي لحمه ايه، زي لحمه العزبه بالظبط. اقطعها برضك. بس ما اخلصها تقطيعة اللسان كلها كده شرايح. عشان هي مولعه نار، فانا مش عارفه اتحكم في ايدي. جبت وكمان الغطا كان بيتزحلق، جبت وانا طبق كده وحطيت عليه. يعني دلوقتي كده بقطعها. حتى انتوا شايفين البخار يعني اللي طالع دي اللي فوق دي اللسان بقى قشرتها كلها كده شرايح كده. دي الحته بقى اللي فاضله قدامكم من الكبيره دي كلها بقى دي لحمه. هقطعها برضك شرايح كده. دي برضك ايه، دي اللي هعمل بقى الطواجن بقى ولا. وممكن تعمليها على فتة برضك تبقى جميلة. اي طاجن خضار بقى تبقى جميلة جدا، تحطيها مع اي خضار هتديكي طعم جميل. تعرفين بقى كلها ملبسة، هتديكي بقى طعم جميل جدا للاكل. قطعها كلها. طبعا ده كل ده مش بعمله مرة واحدة. اللحم ده هخليه بقسمه على مرتين. يعني سندل حبايبي بيقضيني 4 مرات. اللي هم هعملهم طاجن دول بقسمهم على مرتين. واللسان اللي قدامكم ده هعمل منهم حبة دلوقتي عشان نفطر عليهم. كل سنة وانتم طيبين، تجعلكم بخير يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والشوية تانيين هعملهم في مرة. وطبعا التقسيمة حسب بردك العدد، وأحطه في الفريزر أي ما احتاجهم. بطلع الكيس وأعمله. دلوقتي حطيت حتة بزبدة كده وأحمرهم بقى من الناحية دي ومن الناحية دي. هنا كده أحمره، قلبتهم كده على الناحية التانية. طبعا أحلى حاجة تحمرهم في الزبدة، دي طعم جميل. بس كده هطلعهم واحط له على وشهم كده ايه، فلفل اسود. شايفين الجمال؟ منتهى الجمال والروعه. تعملي بقى جنبيها كده حبه رز معاها حبه صلصه، حبه دمعه. ممكن تعملي جنبها كده شويه مكرونه وشويه سلطه. جميله جدا. رشيت برضك حبه ملح كده، لو الملح كنت حاطاه قليل في الشوربه، حطيت لها شويه ملح كمان كده بسيط كده. ودول كده يا حبايبي، دول شويه اللسان اللي هشيلهم. وانا سايبهم كده يبردوا بقى كده ويصفوا كده بالشوربه. وده بقى ده اللي هعمل بهم الطاجن. هقسمهم برضك على مرتين. وهكيسهم بقى احطهم في الفريزر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله فيديوهات احسن واحسن وعلامات احسن واحسن. اترككم في رعاية الله، وابنه مع الف سلامة في رعاية الله.